طبعا دي زرجينه بنحل بقى الصاموله بتاع الركبه الاماميه اللي هي المشنشره دي. الزرجينه ده انا بصنعها هنا، اللي عاوز يشوف تصنيعها انا منزل تصنيعها قبل كده، اللي عاوز يصنعها اهي. تصنيعها سهل جدا، بس لازم تجيب لها حته صلب لان الصاموله دي بتبقى قافشه جامد، تعذبنا طبعا في الحل. طبعا الناس كلها بتفك الصاموله دي بالمفك والشاكوش، يعني بيجوا بمفك والشاكوش كده يفكوها، بيبهدلوا السن من جوه، وبيبهدلوا الصاموله، ما عادش تنفع تركب لان بتبقى قافشه جامد. هنوري لكم هي بتحل ازاي. معانا توك توك اهوت هنجرب عليه. هي تصنيعها سهل خالص اللي عاوز يصنعها. دي طبعا في الموديلات ال 2020 وانت طالع الصاموله دي موجوده فيها اهي، بتبيت كده. طبعا نحل بصليبه لان بتبقى قافشه جامد اهي. شوف بترفع المكنه ازاي من قفشتها اهي، بس بالصلاه على النبي جابتها يعني. الصاموله دي بتبقى قفشه جدا، والناس ما بتعرفش تحلها الا بمفك وشاكوش او لحام. عملنا لكم لها زرجينه اهي. اللي عاوز يصنع الزرجينه يخش على الفيديو قبل كده، احنا منزلين تصنيعها بالتفصيل اهي. الصاموله حلت اهي من غير ما ندق عليها ولا مفك وشاكوش ولا بوظناها ولا اي حاجه. قفل. في ثانيه هتقفل الصاموله وتحلها. زرجينه قويه جدا، بس لازم تبقى خامه عاليه في الصلابه. الزرجينه دي الزرجينه يا جماعه. طبعا انت بتصنعها على صاموله زي دي، لازم تكون الجلبه دي صلب، لان لو حديد طبعا وقرصت عليها هتتقطم معاك. لازم الخامه بتاعتها تبقى صلب. اللي عاوز يصنعها انا منزل فيديو بتصنيعها قبل كده، تصنيعها سهل جدا، بس اهم حاجه الخامه بتاع الجلبه. وشكرا.